يصادف بشكل غريب إن يوم 29 نوفمبر هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني حسب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. هو في يوم اسمه كده وإحنا ما نعرفش؟ في، وتعالي وأنا أقولك تفاصيله. يلا بينا. Stop. اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة مهمة جدا، وبيعتبر فرصة لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين وحقوقهم. وتحدد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 2 ديسمبر سنة 1977 ميلاديا عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهنا تم تأسيسه وبقى يتم الاحتفال بيه وافتقاره دايما كل سنة في 29 نوفمبر عشان يبرزوا دعم المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. ولازم نكون عارفين إن الأزياء الفلسطينية شايلة بجد تاريخ وثقافة غنية جدا وكتيرة جدا، وهي رمز للفخر والتراث. وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ممكن نسلط الضوء على الأزياء لأنها جزء من الهوية الفلسطينية. طب إيه خلينا نربط الأزياء باليوم العالمي للتضامن؟ تعزيز الوعي. في اليوم العالمي للتضامن نقدر نستخدم الأزياء كوسيلة لنشر الوعي عن الثقافة الفلسطينية عن طريق لبس الملابس التقليدية وتسليط الضوء على التراث الغني والمقاومة. وبكده يبقى حققنا أكبر هدف من أهداف تأسيس اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ونكون وقفنا مع المقاومة بطريقتنا. ولازم نعمل احتفالات ومناسبات ويتم تنظيمها عشان يلبس فيها الناس الأزياء الفلسطينية ويعكس الدعم للقضية ويؤكد على أهمية الهوية الثقافية. وكل ده عشان نوضح الفنون والثقافة. يمكن تضمن الفعاليات دي وعروض الأزياء أو معارض تسليط الضوء على الأزياء الفلسطينية، وكل ده عشان نوضح الفنون والثقافة. يمكن تضمن الفعاليات دي عروض الأزياء أو معارض تسلط الضوء على الأزياء الفلسطينية يساهم في تعزيز الفخر بالتراث. وأخيرا، شعارنا الأزياء مش مجرد ملابس، ولكنها وسيلة للتعبير عن الانتماء والهوية. وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نحتفل بالأزياء الفلسطينية كجزء أساسي من تاريخ وثقافة الشعب، وبدعو الجميع لدعم القضية الفلسطينية من خلال التعرف على تراثهم والاحتفاظ بيه. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا عن الأزياء وتاريخها المثير. يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بمعلومة جديدة عن يوم خاص جدا بفلسطين وأزيائها اللي ما بتنتهيش. وقاعدتنا الأزياء مش بس ملابس، دي جزء من هويتنا وثقافتنا. أنا بجد مستنية رأيكم في المعلومات، وهل كانت مفيدة ليكم ولا لأ. وما تنسوش تتابعونا على رودانيا ستايل على الفيسبوك والإنستجرام @rodaniastyle، وكمان زوروا موقعنا www.rodaniastyle.com. وافتكروا دايما life is a party, dress like it. نشوفكم الحلقة الجاية. باي. Stop.